مساء الخير يا جماعة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كأس العالم في قطر. هو بس سؤال يعني سواء الدول الغربية ديت ودعمها لجماعة الميم أو المثاليين، يعني هو إحنا لو رحنا بطولة عندهم وقطر حبت مثلا تدعي للإسلام أو تدعي لحاجة في معتقداتنا، أو أي دولة عربية إسلامية تدعي عندهم مثلا في بطولة عالم لأي شيء، هم هيوافقوا على كده ولا لازم إحنا برضو نجبر لقوانينهم؟ أكيد مش هيوافقوا، يعني اكيد مش هيوافقوا. فليه هم يعني؟ اما هي دي دايما هم بينادوا بالحريات وتعدد الثقافات وبتاع، بس اللي هم ضدهم رافضينه. عارف انت اللي هو انت تقعد تضربني وما اجي ارد لك الضربه، انت ازاي ضربتني؟ لا انت تتضرب بس. والله العظيم يعني قطر ده مثال للقوه والصلابه، ان هي تقدر ان هي تفرض ارادتها على كل واحد بيجي يشجع. حضرتك انت بتدعم الميم، احنا مالنا احنا؟ انت جاي تشجع كوره ولا جاي تعمل لسياسه او جاي تضايق في بلد؟ يبقى اكيد اللي بيعمل حاجه زي كده ليه مآرب اخرى. هو مش بيعمل ده عشان هو مقتنع، هو ليه مآرب اخرى. حضرتك ليك ثقافه جنسيه، روح مارسها في بيتك في بلدك، ملناش دعوه. احنا لينا تحترموا قوانيننا زي ما احنا بنروح عندكم عايزين تحترم قوانينكم. احنا انتوا لو في اي بطوله عندكم انتوا هترفضوا اي حد يجي يدعي للاسلام. اي طبعا فرنسا يعني فرنسا منع الحجاب، ما حدش بيتكلم ليه من الدول الغربيه تقول لفرنسا ازاي تمنع الحجاب عن المسلمات يعني. لكن تقول لك ده قانون بلدي، لو ما فيش حاجه اسمها كده فيبقى لازم تحترموا قوانين غيركم. وبعدين هو مفيش دين اصلا، يعني برضو عشان تدعيما للحر مفيش دين اصلا بيدعم هذا الشيء يعني. ف- فطبعا ازاي دولة عربية هم شايفينها ان هي مش قادرين يعملوا لها حاجة، وازاي ان انت تنفذي علينا قرار؟ معلش والله يعني انا يعني وزيرة الخارجية بتاعت اسمها ايه، انجلترا، ووزيرة الداخلية بتاعت المانيا، يعني بتلبس وتخبي تحت ايديها، تحت الجاكيت بتاعها لما تخش الاستاد عشان تعمل دعم للمثاليين. الناس مجانين والله. شكرا لقطر ان انت قدرتي تسيطري، وقدرتي ان انت تدعمي، وقدرتي ان انت تقفي بصلابه. وبنشكر كل الدول العربيه اللي دعمت قطر. بصراحه كتر خيركم يعني. لازم الناس دي تيجي تحترم. مش فاكرين احنا الناس الضعفاء بتوع زمان، والله العظيم. مين اللي قتل ملايين؟ ما امريكا. مين اللي قتل واحتل دول العالم كلها؟ ما هي انجلترا. مين اللي مشغله العماله في 14 دوله افريقيه؟ ما هي فرنسا في مناجمهم، وهي بتطبع لهم فلوسهم. لا في ناس دي بس للاسف لما يكون الاعلام كله دنيء في الدول الغربيه وما حدش بيطلع يقول الحقيقه الا ناس قليله، فمنين هتوصل الحقيقه؟ شكرا لقطر وامير قطر والناس اللي في قطر وكل اللي دعموا قطر، وشكرا لرئيسنا، وشكرا لكل واحد شغال في قطر، وشكرا لرجاله الامن الرائعين في قطر اللي قادرين يسيطروا على اي حد بيحاول يعمل حاجه تبوظ الدنيا. هو الواحد والله ما بيتكلمش بتمعن لان الموضوع ياخد حلقات كتير، بس انا يعني بقول يعني الناس دي لو هي عندها حاجه زي كده كاس عالم، هترضى ان احنا نروح نعمل اللي احنا عايزينه؟ مستحيل طبعا. هتفرض عليك القانون غصب عنك. لكن هم عايزين يخشوا بيستقلونا، بيستضعفونا. احنا نعمل اللي احنا عايزينه عندكم ليه يا عم؟ مع السلامه.